السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي وزوار مدونة محترفي المعلومات في هذا الدرس الجديد. إن شاء الله في هذا الدرس سوف أشارك معكم طريقة إضافة فيديو لمكان صور الشخصية على حسابك على الفيسبوك. هذه الخاصية طرحها الفيسبوك مؤخرا لبعض الحسابات، لم تعم للجميع ولكن بعض الحسابات وصلها هذا التحديث. صراحة تحديث جميل جدا وصلني قبل بضع أيام. قمت بتجربته، جميل جدا. يمكنك وضع فيديو لك مكان الصورة الشخصية لك. أول طريقة إضافته فيجب يتم إضافته فقط عن طريق الهاتف الخاص بك. إذا فتحت الفيسبوك عن طريق الحاسوب فلن تظهر لك هذه الخاصية. أوكي. طيب، أول خطوة طريقة إضافة هذه الخاصية يجب أن تكون لديك تطبيق الفيسبوك محمل على هاتفك. كيف تقوم بتحميله؟ سهل جدا. تقوم بالذهاب إلى متجر جوجل بلاي، تقوم بالبحث عن في محرك البحث هنا تقوم بالبحث عن فيسبوك، وتقوم بتحميل هذا التطبيق فيسبوك. أنا قمت بتحميله سابقا، لذلك سوف أقوم بفتح حسابي على الفيسبوك عن طريق هذا التطبيق. ثم بعد ذلك بعد فتح التطبيق تقوم بإدخال الإيميل والباسورد للدخول إلى حسابك. بعد ذلك تقوم بالذهاب إلى هذه القائمة التي سوف تجدونها هنا، قائمة المهام الخاصة بحسابك. ثم تقوم بالذهاب إلى البروفايل الخاص بك. كما تشاهدون معي قمت بتشغيل هذه الخاصية الخاصة بالفيديو. عفوا، مثلا سوف أقوم بالضغط هنا على الصورة الشخصية. أقوم بفتح الفيديو. هذا أول فيديو الذي قمت بوضعه. صراحة ميزة جميلة وضعها الفيسبوك. يجب الفيديو أن لا يتعدى 6 ثواني أو 7 ثواني على أكبر حد. هذه شرط مهم. سأريكم الآن طريقة إذا وصلك التحديث إلى حسابك. سأريكم طريقة إضافة الفيديو في البروفايل الخاص بك. تقوم بالضغط هنا على صورتك الشخصية. هنا سوف تفتح لك قائمة. هنا كما تشاهدون معي prendre une nouvelle vidéo de profil. مثلا لو ضغطت على هذا الخيار هنا سوف تفتح الكاميرا الأمامية للهاتف. إذا كنت تريد تصوير فيديو مباشرة من الهاتف الخاص بك. الفيديو يجب أن لا يتعدى 6 ثواني. يمكنك تصويره مباشرة ورفعه على مكان الصورة الشخصية لحسابك على الفيسبوك. مثلا سوف نقوم بالضغط هنا الخيار الثاني télécharger une vidéo ou une photo. مثلا لو ضغطت على هذا الخيار هنا سوف تفتح لنا قائمة الصور والفيديوهات التي توجد في هاتفنا. مثلا هذه القائمة فيها فيديوهات وصور في هاتفي. يمكنك اختيار أي فيديو تريد. يجب أن لا يكون الفيديو لا يتعدى كما قلت 7 ثواني لكي تتم عملية رفع الفيديو بنجاح. يمكنك اخذ فيديو يا اما عن طريق هاتفك او يمكنك تصويره مباشرة كما ذكرت سابقا. بعد اختيار الفيديو تنتظر ريتما يتم رفعه ووضعه مباشرة في الصورة الشخصية هنا في مكان الصورة الشخصية. كما تشاهدون معي هنا الخيار الثالث سيليكسيوني parmi les photos. هنا إذا كنت تريد إضافة صورة هنا voir la vidéo de profil. يمكنك مشاهدة الفيديو الذي قمت بوضعه في مكان الصورة الشخصية. هذا هو كل شيء فيما يخص طريقة إضافة الصور. هذه الخاصية كما قلت توجد يمكنك تشغيلها فقط بالنسبة للهواتف. فلو دخلت على حسابي على الفيسبوك من الحاسوب فلن تظهر لدي هذه الخاصية. كما أريد الإشارة إلى شيء آخر، هو أن هذا الفيديو يظهر في لجميع أصدقائك أو غير أصدقائك، سواء كانوا يشاهدون في بروفايلك من الهاتف أو من الحاسوب. سوف يظهر لهم الفيديو بشكل تلقائي، سوف يشتغل لديهم. المهم هذا هو كل شيء فيما يخص درس اليوم. إذا كانت هذه هي أول متابعة لك للفيديوهات الخاصة بي، لا تنسى الاشتراك على قناتنا على اليوتيوب. لا تنسى أيضا الإعجاب على الفيديو إذا كنت استفدت. ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.